الألوان تأثير فسيولوجي ناتج عن شبكية العين، كل واحد منا له لونه المفضل. طب على فكرة، أيا كان لونك المفضل إيه فهو له معنى: الهدوء، النشاط، الخيال، التأمل، البهجة أو الرومانسية. بعيدا عن كل ده، الألوان كمان ليها تأثير على حالتنا النفسية والشخصية كمان. بتأثر الألوان على نفسيتنا بإحساسات مختلفة، ساعات بشكل مباشر وساعات بشكل غير مباشر. طب زي إيه مثلا؟ زي إنك لما تيجي تشوف اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر بتحس بالسخونية، وده عكس اللون الأخضر والأزرق تماما. وده غير الألوان الفاقعة والمبهجة، بتهيجنا كده وبتحسسنا بالمرح. أما بقى الألوان الغامقة فبتحسسنا بالملل والحزن. لكل لون من الألوان له تأثيره على النفس، وكل لون بيختلف تأثيره عن التاني. ونفس الموضوع برضو في معاني الألوان. تعالوا بقى نمسك لون ونشوف بيأثر علينا ازاي. الأحمر بيحسسنا بالحرارة، البرتقالي بيحسسنا بالتوتر، الأصفر بيحسسنا بالمزاج المعتدل والفرح، وفي درجات من درجاته تقدر تهدينا واحنا في حالة عصب شديدة. بيستعملوه ساعات كنوع من أنواع علاج الأمراض العصبية. الأخضر بقى حاجة شبه الأصفر شوية، بيساعدنا على الصبر وبيحسسنا بالراحة. بيستعملوه في علاج تعب الأعصاب والأمراض العقلية زي مثلا مرض الهستيريا. اللون الأزرق بقى منعش، بيقدر إنه يخفض ضغط الدم والتنفس السريع ويهدي نبضات القلب السريع. بيقولك كمان إن هو أكتر لون بيساعدك إن أنت تهدي نفسك. اللون البنفسجي بقى ده لون رقيق جدا، بس للأسف بيحسس بالحزن. أخيرا وليس آخرا بقى، بيقولك إن في دراسة الألوان تم الوصول إن الألوان ليها تأثير مباشر على تقوية الذكاء وحاجات إيجابية تانية كتير، وهم 4 ألوان: الأحمر، الأصفر، الأزرق، والأخضر. قولولي إيه هو لونكم المفضل وأنا هقول لكم معناه بإيجابياته وسلبياته، وأشوفكم في الحلقة الجاية.